السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. النهارده بقى هنعمل مع بعض كحك كحك العيد. معايا دقيق. النوع ده كحك وبسكوت حلو اوي ونضيف، حلو برضو نضيف، بعمله كل مره، بس انا قلت اجيب النوع ده نضيف برضه. تمام. معايا بقى هنا الدقيق اهو. تمام. ومعايا هنا ريحه الكحك معلقه، نص معلقه ملح، معايا هنا معلقه نشا، معلقه كبيره كده، ومعايا معلقه لبن بودر، حليب بودر، ومعايا هنا نص معلقه بيكنج بودر، مش حابه تحطيها ما تحطيهاش، نص كده اهي. تمام. يبقى معايا هنا الملح، ومعايا هنا معلقه نشا، عايزه تحطي معلقتين نشا حلوه بتخليه هشه وكده وحلو. ومعايا ريحه الكحك اهو، ده ريحه الكحك. تمام. يبقى ملح ونشا ولبن بودر وبيكنج بودر وريحه الكحك. تمام. معايا هنا الحاجات الجاهزه، حاجات كلها جاهزه. معايا السمسم، عندك ابيض عندك، ما عندكيش لو كده ما فيش اي مشكله، لو ابيض هتديله تحميصه او تحطيه في يعني هنا وتحطي له الزبده السمنه المقدوحه. طبعا النهارده هنعملها بطريقه امهاتنا واجدادنا، طريقه زمان، كحك زمان بالسمنه المقدوحه. تمام. فانا هحط السمسم هنا كده، عايز تحطي ربع كوبايه مفيش مشكله، بس بتقلبيه بقى، او طالما هو متحمص بتقلبيه قوي عشان ايه ما يتحمصش قوي مع السمنه المقدوحه. لو السمسم بتاعك ابيض بتديله تحميصه في الطاسه كده بنفس مقدار السمنه اللي هي معانا، بتاخدي منها معلقتين وبتحطيه هنا كده، وبتحطي السمنه المقدوحه، فهو كده بالتالي بيحمصهولك. تمام. ما عندكيش وعندك زي حالتي كده اللي هو المحمص اللي هو اللون الغامق، يعني بتديله تقليبه كده كده مش هيبان. تمام. وبتحطي بقى ايه المقدرات بتاعتك كلها، اللي هو اللبن البودر ده اختياري، بس هو بيدي طعم مش اكتر، والنشا اختياري برضو بيخليها هشه كده وحلو، انما الاساسي ريحه الكحك والملح الملح بتاعنا، معلقه الملح وريحه الكحك. وايه تاني اهو، اللبن البودر اختياري، البيكنج بودر اختياري، والنشا اختياري برضو. الاساسي ريحه الكحك والملح والسمسم حطيناهم اهو، والسمسم برضو لو مش حابه تحطي مفيش اي مشكله. تمام. احنا كده قلبنا كله ببعضه. معايا بقى هنا السكر، عندك سكر بودر عندك، ما عندكيش عندك السكر هو الحبيبات الناعمه قوي دي، بتعملي ايه بقى؟ معايا ربع كوبايه لبن كده. هعمل ايه؟ هحط فيها السكر كله، هي سخنه قوي. تمام. اللبن ده سخن قوي، فانا هقعد بقى اقلب السكر ده كده، هيدوب ايا كان بقى بودر او سكر حبيبات زي ما انا حطيته كده كده هيدوب مع اللبن وهو سخن. وانا بقلب كده وهو سخن هيدفى اللبن. هحط بقى الخميره معانا، طبعا الخميره اهي، هنحط معلقه خميره بس ايه اللبن يهدى شويه اهو، بس كده كده ايه هينفعني يدوب السكر معايا. تمام. هقلب كده كتير وارجع لك. كده انا حطيت اهو الخميره اهو، بعد ما قلبت بقى اللبن كان سخن، حطيت الخميره وحطيت احنا مش هنعوز كل اللبن ده عامه، ما كناش عملنا كده، بس ما فيش اي مشكله، ممكن دي يختلف دي يكونوا مش زي بعضه اهو. انا حطيت الخميره، فانا هسيبها بقى ترتاح مع السكر. يبقى احنا كده حطينا اللبن والخميره او الحليب والخميره والسكر. تمام. هنسيبهم بقى يرتاحوا. احنا قلبنا الحاجات دي كلها مع بعضها. تمام. وحطينا ملحنا وكل حاجه بالمنظر ده. فهنعمل بس كده حاجه بسيطه يعني مش قوي عشان السمنه ما تنزلش اهو بالمنظر ده. هنشيل بقى دي، وهجيب بقى السمنه بتاعتي المقدوحه
بالمنظر ده. بسم الله الرحمن الرحيم. انا عارفاها قوي بس بالله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بالمنظر ده. خلي بالك انا بقى هجيب بس معلقه خشب كده. المنظر ده. بسم الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. قدح قوي 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 بالمنظر ده. فاوعي تحطي ايدك اهو، اوعي تحطي ايدك اهو. بسم الله. بتقلبي بقى ايه بالراحه كده بحاجه خشب او حاجه ستانلس. واصلا الوعاء بتاعك اللي بتعملي فيه او البوله بتاعتك تكون حرايري او ستانلس او الومنيوم، مفيش اي مشكله، المهم ما تكونش بلاستيك. بس كده. هقلب بقى المنظر ده. احنا عملناه مع بعض قبل كده كحك العيد، فقلنا نعمل كيلو كده اهو. المنظر ده. واللي وصل لحد هنا يحط لنا لايك فضلا وليس امر. يا رب تسمع خبر حلو ويكبر بخاطرك اللي هيحط لي اللايك ويكبر بخاطري اهو. انا هقلب فيها شويه كده على بال ما تهدى وارجع لك برضو. وطبعا برضو هكمل. هي كده اهي هديت اهو. انت بتدخلي بس الدقيق، بتبس الدقيق مع السمنه، بتخلي ايه الدقيق كده يعني اهو. تعملي كده دلوقتي الناس بقت بتشتري الجاهز وتستسهل، مع ان الموضوع يعني ابسط من لو هتعملي شويه محشي، ابسط من انك هتعملي شويه بسبوسه ولا حبه كنافه بالمنظر ده. بصي سهل جدا. يعني عملتي ايه؟ حطيتي الدقيق بس وسيحتي السمنه وحطيتي اشيائها وخلاص اهو. وبتتسلي كده وبتفرحي بيتك واولادك اهو بالمنظر ده اهو رايح جاي اهو. وبعد كده تقعدي تشكلي براحتك بقى، ايا كان عندك بصامه، ايا كان عندك القالب بسكينه، لو هتكوري كده وتحطي مكسرات على الوش بس وبتسوي وخلاص، فما فيهاش اي مشكله. ده حتى لو انت يعني بقيتي شاطره فيه مش محتاجه انت تعملي بالتلاتة 4 كيلو. يعني كل ما هي تحسي ان انتوا عايزين هتقومي قايمه عامله كيلو زيها زي الكنافه. مفيش اي حاجه زيها زي اي حلويات، شويه جلاش ولا حاجه اهي نفس التوقيت. يعني هو اللي يفرق بس لما بتقعدي بقى تنقشي وكلام من ده اهو. بس انا خدت من وقتكم دي كتير، هعمل شويه وبرده وارجع له بالمنظر ده اهو. عملت يعني ده نسيته كله في بعضه. بصوا بقى نحط بقى شويه بشويه. ده السكر بالحليب بريحه بسم الله، قصدي بالخميره، ريحه الكحك احنا حطيناها مع الدقيق اهو. بسم الله. احنا هنلم بس اهو. بسم الله اهو. احنا هنلم بس. بسم الله اهو. عايزه تعمليه بميه بس وخميره مفيش اي مشكله اهو. نحط احنا معانا شويه ميه دافيه كده، شويه ميه دافيه اهو. برضو الميه مع الكحك بتخلي الميه على فكره بتنعمه قوي، يعني يمكن اكتر من اللبن الحليب بينشفها شويه زي القراقيش كده، انما كل ما بتحط لها ميه كل ما بتخليها لك دايبه دوب. بصوا بقى اهو.
انا حطيت كل اللي كان هنا، كانت لحد هنا الحليب بالخميره بالسكر، تمام. وكنت انا ماليه يعني نص دي ميه، فخدت الميه كلها وخدت اللبن كله، فمش كل دي زي بعضه، يعني ساعات كانت بتاخد معايا ربع بس. بس احنا برضو نجربها اهي. المنظر ده بصوا، حلوه اهي. طالما بعمل كده اهي، ولا شققت ولا رجعت ولا اي حاجه، جميله اهي ولينه في ايدي وحلوه اهي المنظر ده اهي. انا بقى هجيب كيس اللي هو بتاع الخضروات او الحلويات او ايا كان اهو، بس يكون جديد ونضيف اهو. وهغطي بيه واسيبها ترتاح سنه صغيره على بال ما احضر بقى السيجان واحضر الحاجه اللي هنعمل بيها ونسيبها ترتاح وهرجع لكم برضو. انا سبتها ترتاح اهي، وجبت الصوص بتاعنا. مش شرط خالص يدهن، لان كده كده بالتالي احنا معانا العجينه فيها دهون يعني، فهناخد حته وهاخد حته صغيره كده اهو. انا لا هعاير ولا لا يعني هوزن ولا هعمل، انا ايه بالنظريه كده اهو. مش هبططها قوي يعني اهو، مش هبططها قوي يعني اهو بالمنظر ده. ومعايا منقاش، بسم الله اهو. انا هعمل صاج تمام، و يعني صاج منقوش على صاج اللي هو بالصمة، وهنشوف هنعمل ايه بالمنظر ده. انا مش هكتر من المنقاش، مش هكتر منه، بس انا هعمل يعني مره واتنين وتلاته كده معاكم اهو، عشان بعد كده اعمل انا يعني اشتغل انا مع نفسي كده اهو. بتبططيها سنه صغيره كده اهي اهو. مش عارفه واضح ولا لا اهو اهو بالمنظر ده اهو اهو. مش عارفه واضح اهو. يبقى انا كده عملت اللي هو المنقوش معاكم، وهعمل برضو الايه هي العجينه. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. معايا بقى البصامه اهو، اللي هي دايما معايا في كل حاجه اهو. هتعملي بس كده اهو المنظر ده، احطه كده على جنب لوحده وانا باخد حته وبغطي زي كده. واما اخلص هوريكم الشكل النهائي قبل، واوريكم واقول لكم التسويه، وهقول لكم على كل حاجه. بصوا كده بقى، بعد ما دخلت الصينيه دي الكيلو عمل صاج وصينيتين، صينيه دي وصينيه يعني زيها. فانا دخلت ده اختبرته فلقيته في منتهى الجمال. ده اللي انا كنت بنقشه، كنت هخليه في الصاج بس نقلته بقى لوحده، قلت خلي المنقوش لوحده. بصوا النقشه ما طلعتش ازاي، بصوا وبصوا اللون. بس انا ان شاء الله الصاج مش هخليه بقى ياخد يعني، هو اللون ده مش وحش. انا هرصه بقى وهوريكم برضو ايه التاني هيبقى شكله ايه. بصوا بقى طلعت الصاج، بصوا ده الاولاني اهو، وطلعت الصاج بصوا بس عشان سخن نار اهو بالمنظر ده. بصوا بقى ده اللي معمول بالبصامه واللي بالسكينه اهو
هيبرد بس شويه وبعدين اعبيه واحطه في طبق. بصوا بقى بعد ما رصيته اهو اهو، هو ده، هم دول كيلو الدقيق. عمل معانا بسم الله ما شاء الله قد ايه، غير اللي عمالين يخطفوه وانا شغاله. بصوا ده اللي معمول بالسكينه، يعني ما يفرقش حاجه اهو. بصوا، وده اللي معمول وبصوا بقى مرضتش ابص عليه قوي من تحت اهو، يعني خليت لونه نوعا ما اهو. وده هحط له سكر بالمنظر ده، بسم الله اهو. سكر بودر عندك طحناه في البيت طبعا، انتوا حافظيني وعارفيني ما بجيبش حاجه من بره. وهو ده الكحك بتاعنا وخلص الحمد لله. وحاولي ما تحطوهوش في اي علبه وتقفلي عليه غير بعد 24 ساعه، تمام؟ يعني مش تخافي عليه، هو كده كده في يعني معمول بسمنه قدحه وطحينها وحاطين خميره، فما فيهاش اي قلق. بس برضو يعني علشان في لبن، فانت يعني اصبري عليه لما يبرد خالص 24 ساعه كده، وتقومي حاطاه في علبه وحط عليه كيس عشان يفضل طري، وتقومي قافله عليه وخلاص. وده اللي هو بيرد معانا وحاطين له السكر. وهو ده كان الكحك بتاعنا. ما تنسوناش بقى في اللايك، تعليقاتكم الجميله، سبسكرايب اللي عجبه يعني وصفاتنا، يشترك يعني فضلا وليس امر. واقول لكم استودعتكم الله الذي لا تضيع ودائعهم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. باي باي، مع السلامه.